المشاهدون الأكارم، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. من الفضاء الإرثي نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة، معكم فيها قاسم أحمد، ونستهلها كالعادة بأبرز العناوين. افتتاح مهرجان الجالية الإرثرية في جدة وضواحيها. تقييم تطور تعليم الكبار في مديرية مندفرة. تربية النحل في ضاحية فرر مديرية أرعتها تسجل تطورا ملموسا. معطل 100 جندي نيجيري بعد هجمات الإسلاميين في الأيام الماضية. التوصل إلى مسودة اتفاق على انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي. الكوريتان تتفقان على إنشاء أول طريق يربط بينهما منذ 14 عاما. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. افتتح معالي وزير الخارجية السيد عثمان صالح في 21 من نوفمبر الجاري مهرجان الجالية الإرثرية السنوي في جدة وضواحيها بالمملكة العربية السعودية، والذي يتم تنظيمه هذا العام تحت شعار العمل بالرؤى، حيث تفقد معالي الوزير عثمان صالح برفقة القنصل العام بجدة وضواحيها السيد عبد الرحمن عثمان وغيره من المسؤولين معارض الابتكار والصور الفوتوغرافية المعدة من قبل طلاب المدرسة الإرثرية العالمية بجدة وشباب الجبهة، إضافة إلى عروض الأعمال اليدوية والمأكولات الشعبية التي أعدتها عضوات المرأة في جدة. وألقى القنصل الإرثري العام في جدة وضواحيها السيد عبد الرحمن عثمان كلمة في المناسبة أوضح فيها أن المهرجان يأتي مواصلة للبرامج التي تعزز وتؤكد الوحدة والترابط والتأطير الجيد بالجالية، مشيدا بالجهات التي ساهمت بفعالية في إنجاز هذا التجمع الوطني الكبير. وأشار موفد الإعلام إلى أن المناسبة اشتملت على برامج فنية قدمتها فرقتي الورود الحمراء وشباب الجبهة، بالإضافة إلى منافسات عروض الأزياء وغيرها من المسابقات الترفيهية. وفي الختام وزعت الجوائز على الفائزين في المنافسات والمسابقات المختلفة. وأشار المشاركون في المهرجان إلى أن مهرجان هذا العام الذي يتم تنظيمه في الوقت الذي تشهد فيه البلاد أجواء السلام ورفع الحظر الجائر يبعث على الفخر والاعتزاز، مؤكدين جاهزيتهم لإنجاح البرامج التنموية. حقق الدراجون الإرثريون في سباق المرحلة الثانية من كأس إفريقيا ضد الساعة الفردية الذي جرى في 22 من نوفمبر الجاري انتصارات باهرة. وجاءت نتائج اليوم الثاني من السباق الذي شارك فيه دراجون من 8 دول في فئة الرجال من الأول وحتى الثالث، سراك تسفوم وآرون دبرسين ودانيال هابت ميكائيل على التوالي من المنتخب الإرثري. وفي فئة الإناث أديام تسفالم من منتخب إريتريا ومحرات جابري يوحنس من منتخب إثيوبيا وجوردان لايزل من منتخب جنوب أفريقيا. وفي سباق النسخة الأولى لكأس إفريقيا الذي جرى يوم أمس فاز منتخب سيدات إريتريا بالميدالية الذهبية متقدما على منتخبات إثيوبيا وجنوب أفريقيا، وفاز منتخب الرجال بالميدالية الذهبية متقدما على رواندا وإثيوبيا. ويتصدر منتخب إريتريا حتى الآن ب9 ميداليات، منها 6 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين وميدالية برونزية. يليه منتخب إثيوبيا ب3 ميداليات فضية وبرونزيتان. وفي المركز السادس يأتي منتخب رواندا ببرونزيتين، وكذلك منتخب جنوب أفريقيا يأتي في المرتبة الرابعة ببرونزيتين. هذا وسيستمر السباق الأول من نوعه في بطولة كأس إفريقيا للدراجات الهوائية حتى يوم الأحد 25 من نوفمبر الحالي. أعلن ازدياد نسبة الملتحقين في ركب تعليم الكبار بمدينة مندفرة هذا العام مقارنة بالسنوات ال6 الماضية بفضل الجهود الجارية لمحو الأمية. وأوضح مسؤول تعليم الكبار في المديرية الأستاذ إفريم أسفها في الاجتماع التقييمي الذي نظم في 19 من نوفمبر الجاري تسجيل 302 مواطن هذا العام تتراوح أعمارهم ما بين 15 وحتى 45 عاما، وقد اختتم 257 منهم دراستهم. وذكر مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ جرز جهرة والدة بأنه وحسب الدراسة التي أجريت أن 1146 مواطن في المديرية لم يتلقوا التعليم، وقد تتراوح أعمارهم ما بين 14 وحتى 45 عاما، كما أن 105 آخرين تتراوح أعمارهم ما بين 9 وحتى 14 عاما، مناشدا مدراء الضواحي لبذل جهود حسيسة من أجل اللحاق بهؤلاء في مائدة التعليم.
وقال مدير مديرية مندفر السيد هزقياس وهبته إن المهام التي جرت ولا زالت تجري لمحو الأمية مشجعة، مذكرا على تعزيز دور كافة الجهات وخاصة مدراء الضواحي لتدريس الذين لم يجلسوا على مقاعد التعليم، مؤكدا جاهزية إدارته لتقديم كل ما في وسعها لإنجاح البرنامج. ظلت الجهود الجارية لتعزيز وعي المرأة بإقليم عنسبة تحقق تغيرات كبيرة في زيادة مشاركة الإناث في كافة المناحي، وأن ازدياد أعداد الموظفات في المجال الصحي خير دليل على ذلك. وقد تم توضيح ذلك في اللقاء التقييمي الذي أقامه فرع المرأة في الإقليم في 17 و18 من الشهر الحالي بمدينة كرن. وبعد أن تم التباحث بعمق في اللقاء حول الأعمال الجارية في تعزيز أنشطة التعطير والقضاء على العادات المتخلفة، وكذلك الأعمال الجارية لتعزيز وتطوير قدرات المرأة الأكاديمية وسبل تطوراتها، ووضعت مهام تؤدي إلى العمل بجدارة في المستقبل. وذكرت مسؤولة الخدمات الاجتماعية الاقتصادية للفرع السيدة سنايت محاري بأن التغيرات الإيجابية التي تشهدها المرأة في كافة القطاعات نتاج الوعي المتنامي، داعية لتعزيز الاستثمار الجاري في فئة الإناث. بدورها قالت مسؤولة المرأة في الإقليم السيدة آمنة حسن أنه وكما تدل عليه التطورات على أرض الواقع توضح تنامي وعي المرأة وقدراتها من فترة لأخرى، مشددة بأنه يدفع قدما لمزيد من الإنتاجية. في غضون ذلك نظم في 19 من نوفمبر الجاري للمرأة الآتية من كافة أرجاء الأقليم سيمينار تركز حول الإدارة والمالية. في إطار الجهود الجارية لتوسيع تربية النحل، أوضح بأن أنشطة التربية الجارية في ضاحية فرر بمدينة أرعة أقليم جنوب البحر الأحمر ظلت تسجل تطورا ملموسا. وأشار مربي النحل إلى سيلولة بيئتهم لتربية النحل، لذلك قاموا بإنجاز خلية النحل حسب قدراتهم لمزاولة النشاط بفعالية، مؤكدين تنمية إنتاجهم بفضل مساعيهم المبذولة، مما ظلت تنتشر منتجاتهم في الأسواق أو في أسواق طيع وضواحيها. وذكروا بأن الفرع الزراعة يقدم لهم نصائح وإرشادات للتحول إلى تربية النحل العصرية، داعين للدافع على الدعم العيني والدورات التأهيلية. وأوضحوا بأنهم استدركوا من خلال تجاربهم بأن العمل يتطلب جهود ومتابعة مستمرة، ومع كثرة أعداد المزاولين لهذا النشاط في الوقت الحالي يدعون الجهات المعنية لتقديم الدعم اللازم لهم. مشاهدينا، نشرتنا لا زالت مستمرة معكم من الفضائية الإريترية، لكن بعد الفاصل فابقوا معنا. الأخبار على الصعيد العالمي. قالت 5 مصادر أمنية طلبت عدم ذكر أسمائها أن هجمات نفذها إسلاميون متشددون أسفرت عن مقتل نحو 100 جندي في شمال شرق نيجيريا في الأيام القليلة الماضية. وعلق مجلس الشيوخ النيجيري جلسته حدادا على من قال إنهم 44 جنديا قتلوا بعد هجوم في ميتيلي بولاية بورنو شمال شرق البلاد. وقال 4 من المصادر الأمنية أن نحو 100 قتلوا في هذا الهجوم منفردا، إلا أن حصيلة القتلى ليست نهائية. وقال المصدر الأمني الخامس أن 96 قتلوا في شمال شرق البلاد في الأيام الماضية، أغلبهم في هجوم ميتيلي، لكن هجمات أخرى أيضا شهدت سقوط قتلى. قال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي إن بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفقا من حيث المبدأ على نص يحدد علاقاتهما في المستقبل يمكن أن يتبناها زعماء الاتحاد في قمتهم. ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 29 من مارس 2019، لكن يتعين أن يقر الجانبان اتفاق الانفصال وبيان المخطط التمهيدي المرفق به والخاص بالعلاقات المستقبلية بينهما. ويأمل زعماء الاتحاد الأوروبي في إقرارهما خلال قمة يوم الأحد. وأفاد نص بيان الاتفاق الذي وافقت عليه بريطانيا والاتحاد الأوروبي بأنه يتعين على الطرفين تبني علاقة لتجارة السلعة تكون أوثق ما يكون وتعمل على تسهيل التجارة المشروعة. وقال حزب العمال البريطاني المعارض إن معي ستلقي بيانا أمام البرلمان البريطاني يوم الخميس عن وضع مفاوضات الخروج.
اتفقت الكوريتان على إنشاء أول طريق يربط بينهما منذ 14 عاما يمتد لمسافة 3 كيلومترات عبر خط الحدود العسكري الفاصل بينهما بالمنطقة منزوعة السلاح، بهدف تدعيم مشروع مشترك للتنقيب عن رفات قتل الحرب الكورية بإحدى مواقع الحرب الشهيرة هناك. وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكوريا الجنوبية أنه سيتم إنشاء الطريق شمال شرق العاصمة الكوريا الجنوبية سول، وهو الطريق الذي حددته الكوريتان لتنفيذ مشروعهما المشترك للبحث عن رفات قتل الحرب الكورية في الفترة من شهري أبريل وحتى أكتوبر من العام القادم. يشار إلى أن هذا الطريق سوف يكون الأول من نوعه الذي يتم إنشاؤه بين الكوريتين، وذلك وسط موجة من الجهود الثنائية الرامية إلى بناء الثقة وتخفيض حدة التوترات العسكرية، فضلا عن الهدف النهائي المتمثل في إحلال نظام سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية المقسمة. حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة من خطر محدق يحيط بالأرض إثر ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون في الجو وبلوغها مستويات قياسية العام الماضي. وبددت هذه القياسات الآمال في تباطؤ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المنتج الثانوي لحرق الوقود الأحفوري، الذي يقول العلماء إنه السبب الرئيسي في ظاهرة الاحتباس الحراري التي تتسبب في ارتفاع درجة حرارة العالم. وذكرت المنظمة أن معدل الزيادة يواكب معدل النمو المتوسط في السنوات العشر الأخيرة، مشيرة إلى أن أعلى معدل كان منذ 55 مليون سنة. يذكر أن مستويات ثاني أكسيد الكربون ارتفعت بنسبة 46% منذ عصر ما قبل الثورة الصناعية في عام 1750 تقريبا. مشاهدينا، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية نشرة هذه الفترة. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء. حبريتان تخطتلتي أجلجلوت تلفزيون إرترا أب أستراليا نيوزيلاندن أغربي أجلجلوت ساتلايت بزقبرو زلمو معراي أب نيوزيلاندن أستراليا تركبوا تعذبتي أجلجلوتنا راديون تلفزيون كتكتاتلو صنحكم مسمار يغيس لزلو بزي صعب حدش مسمار كتكتاتلونا كما تدخلوا نحبل فريكونسي 13500 بولاريتي فيرتيكال سيمبل ريت 22.5 FEC 43 تقدم حجي تقلقلوا تصنحكم مسمر كساب مودات حدر معرض حدش مسمر كسرح ونتخونه دحر حدار قم كعد مخانو نحبر مينستري زينا.